يا صباح الفل والهنا على كل حبايبي والغاليين عليا، ربنا يا رب يسعد قلوبكم. النهارده جايبه لكم فيديو من جزء من تفريزات رمضان، وجايبه لكم حاجات، بس تابعوا معايا الفيديو للآخر. فيديو جميل جدا وهتستفادوا. كل بيت ست بيت شاطرة هتعمل اللي أنا بعمله ده، وأكيد كلنا شاطرين وكلنا بنعمل حاجات حلوة. ربنا يا رب يرزقنا ويوسع رزقنا. النهارده أنا جبت 5 كيلو من البصل. طبعا انتوا عارفين البصل ابتدى يغلى، وجبت 5 كيلو. انا حبيت افرزهم واشيلهم برضو لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. اي حاجة عندي فضار عايزة اشيلها وابتدي معاكم من التفريزات. يعني اي حاجة بتتحط في الفريزر، بس انا عندي فريزر، ما عنديش فريزر تلاجة، يعني بحط في الفريزر بتاعي. المهم انا جبت ال5 كيلو البصل دول، قشرتهم ونضفتهم يعني. وكنت جايبة كيلو من الليمون، حبيت برضه افرزه، بس ده حطيته في علبة التلاجة. حطيته من الليمون اللي هتفرزوه ما تغسلهوش، يا دوب يتمسح وترصيه كده في العلبة وتشيليه. ويا ريت في علبة ما يكونش في كيسة، عشان انا جربت بصراحة حلو ف وكانت عندي منجاية كده ضايعة في التلاجة، حبيت افرزها وبرضه فرزتها. قلت اشيلها مرة ضربة عصير معايا يعني، وشِلتها. وجِبت ال5 كيلو دول قشّرتهم ونضّفتهم وعملتهم يعني، وضربتهم في الكَبّة. ما تخلّيش أنتم بتخزّني البصل، ما تخلّوهوش يجيب مَيّة. صلاتكم على النبي. حاولوا على قد ما تقدروا تلمّوه بسرعة ويبقى ضربته خِشنة. بُصّوا شايفين إزاي خِشنة إزاي قدّامكم، ما فيهاش صنف المَيّة. ليه؟ عشان أنا برضه البصل، يعني دي فكرة عايزة أقولها لكم، البصل ما بيتغسلش. يعني أنتم أديكم كنتم شايفينه معايا نضيف إزاي. البصل بعد ما تقشّريه امسحيه. اللي هتخزنيه اللي هتفرّزيه خُشّوا معايا على الوصفة التانية. صلاتكم على النبي. أنا جِبت النهارده حبّة توابل هيوفّروا معانا وهيعملوا معانا كمية حلوة. وأنتم عارفينّي في الحاجات دي، يعني باجيب الحاجة بتعمل معايا كمية، وباعمل الحاجة بتستفادي بيها أكتر ما يكون يعني. حبّهان ورق لورو وفلفل أسمر وجوز الطيب وكزبرة. صلاتكم على النبي. دول هم ال5 يتضربوا، تشوحيهم على النار كده، على نار هادية، علشان الرطوبة بس اللي فيهم، وتقلبيهم تقليبات خفيفة. صلاتكم على النبي حبايبي. لو وصلتوا معايا لحد هنا بالله عليكم ما تنسوا اللايك والاشتراك. ماشي، ربنا يا رب يكرمكم. عايزين نرفع بعضينا كده ونكبر بعض كلنا. يعني اللي يشاهد الفيديو ما فيهاش حاجة لما يحط لايك، يعني ادعموني. شاكرين منكم. طيب، ورق اللورو ده لازم يكون يعني من النضيف، عشان في ناس بتبيعه وحش بصراحة وفي ناس بتبيعه نضيف. وحطي معاهم لو عندك فيفوز حطي 3 فيفوزات 4 في الخلطة دي، على أساس تكبر معاك الكمية. كده خلطة التوابل دي انت كترت الكمية، وتحط على 3 فيفوزات مرقة على أساس يكبروا معاك الكمية، يعني يزودوها وتبقى الخلطة يعني جاهزة في أي حاجة تستعملها. صلاتكم على النبي حبايبي. صلوا على النبي وحدوا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما ورق اللورا هتحلليه وهتاخدي منه الناعم والخشن، مش هنرموه، بتستفادي بيه أكتر من الناعم كمان. بتحطيه في غسيل الفراخ. جربوا الوصفة دي على ضمانتي. غسيل الفراخ بتحط شوية فيه، بتضيع كل الريحة وكل الزفارة. سمك، حتى اللحمة، أي حاجة عندك بتحس إن هي فيها روايح، تحطي فيها ورق اللورا دي الخشن دي، بتفقد كل حاجة. اللهم صل على النبي عليها. دي الوصفة التانية معانا. الوصفة، رحنا محل المنظفات، حبينا برضو عايزين نوفر. الفيديو ده كله فيديو توفير وتدبير من الست البيت، يعني عايزين نوفر على قد ما نقدر. احنا دخلنا على مدارس. صلاتكم على النبي. اللي داخل على المدارس ده بيدور على اي حاجه توفر معاه وتعملي منها كميه وتفضل معاكي. رحت جايبه ب10 جنيه كرول. صلاتكم على النبي. ده هعمله للحمام لو عزكم الله، الغسيل السجاد، المشايات، تسييق المطبخ، كل حاجة ده مفيد. وجبنة معطر، وجبت كوريكس ألوان تحطيه، يعني تجيبي ب10 جنيه كوريكس ألوان على ب10 جنيه كرول، على يعني
زي جازازتين مية كبار وتحطيهم إيه في جردل أو في بولة كبيرة يعني، تفضل معاكِ فترة. أنا بتفضل معايا المسحوق ده، الخلطة دي مثلًا تفضل معايا أسبوع، 2 بصراحة، باستعملها في كل حاجة، في الغسيل وفي التسييق وفي كل حاجة يعني. تجيبي كرول وكوروريكس ألوان، وتجيبي معطر سجاد ده بتحطيه في البخاخة وترشي عليه، والسلك الناعم دي بتقصقصيه وتخليه أجزاء أجزاء وتروحي إيه شايلاه، تبقى حاجتك معاكي 15 يوم، الحاجات دي مستمرة معاكي. ومع السلامة.